جوزي مني انهيار أيتن عامر بعد إعلان زواج المطربة روبي من طليقها السيناريست محمد عز العرب. أهلا بكم في ترندات وأخبار المشاهير. النهاردة خبر جديد عن الفنانة روبي وارتباطها بطليق الفنانة أيتن عامر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. تألقت روبي خلال الفترة الماضية في عملها سواء في السينما والدراما وحتى الأغاني والحفلات، وأكدت مصادر مقربة باقتراب زواجها من أحد مديري التصوير المعروفين، حيث علم بعض المواقع الصحفية أن العريس والذي يعمل مديرا للتصوير تقدم لخطبتها بشكل رسمي من والدتها، وحضرت شقيقتها كوكي وزوجها، وحدث ما يشبه الاحتفال الصغير في منزل العائلة. وقد اتفق الطرفان على أن يتم الزواج وإقامة حفل الزفاف بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، لتكون روبي قد انتهت تماما من كافة ارتباطاتها الفنية، وعلى رأسهم مسلسلها الرمضاني الجديد حضرة العمدة، والذي تشارك به في الماراثون الرمضاني 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى ومن إنتاج شركة فنون مصر وإخراج عادل أديب. وعلقت الفنانة وفاء عامر على انفصال أيتن عامر عن زوجها محمد عز العرب، وقالت: محمد حبيبي، كنت رافضة الانفصال ولكن كل شيء نصيب وربنا يسعده، وهو شخص كويس. وأضافت خلال حوار تلفزيوني أن أيتن عامر ومحمد عز العرب مش عايزين حد يدخل بينهم، ورفضت الحديث عن أشياء أخرى بشأن هذا الموضوع. وتواصل روبي تصوير مشاهدها في المسلسل، ويناقش المسلسل ضمن الأحداث أهمية الوحدة الوطنية وهو التأثير على المجتمع. من ناحية أخرى، تتابع روبي ردود الأفعال على دور سعدية الذي تقدمه ضمن بطولة فيلم شلبي الذي طرح في السينمات منذ أيام، ويشارك في بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز. أذكر أن منتجي مسلسل رمضان كريم قرروا إلغاء أدوار جميع الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول، واعتذروا عن الجزء الثاني، ولم يستخدموا فنانين آخرين لتعكس شخصيتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة لفريق العمل ولأحداث المسلسل، وذلك بعد اعتذار كل من روبي وشريف سلامة وريهام عبد الغفور وسهر الصايغ ومحمد محمود عن المشاركة في الجزء الثاني. انتظرونا في أخبار جديدة من ترندات وأخبار المشاهير. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو